الأكلات اللي لازم أعملها مرة كل أسبوع طاجن مكرونة باللحمة المفرومة زي المطاعم بالظبط. طاسة سخنة على النار، نزلت بنص كيلو من اللحمة المفرومة. أول ما لونها يتغير هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، عبارة عن ربع معلقة من الملح والفلفل الأسود والزنجبيل ونص معلقة من السبع بهارات. هشوح كويس جدا، وبعد كده هنزل بمعلقة من معجون الطماطم، وهكون محضرة 3 بصلات متوسطين. هنا نزلت بنص مكعب ماجي من اللحمة، ده اختياري. محضره بقى هنا 3 بصلات متوسطين مفرومين، هنزل بيهم. انا هنا مش بستخدم لا فلفل الوان ولا فلفل اخضر ولا اصفر، انا بعمله زي بتاع بره بالظبط، بس براحتكم، لو حابين تستخدموا فلفل استخدموا. على نار هاديه بقى، وهسيب اللحمه بتاعتي تستوي تماما. انا هنا هستخدم نص كميه اللحمه المفرومه بس، يعني الوصفه عباره عن ربع كيلو لحمه مفرومه بس. نزلت بربع معلقه صغيره جدا من السكر، وهوطي النار بقى. نحضر الصلصه، عباره عن معلقتين من الزيت، 4 فصوص من الثوم المفروم، ومعلقة كبيرة من الصلصة، عليهم 4 معالق كبار من الخل. بحضر لها صلصة زي صلصة الكشري، بتبقى طعمها حلو قوي. نزلت بقى بلتر عصير من الطماطم، وهنزل بالبهارات بتاعتي، عبارة عن نص معلقة من الملح وربع معلقة من الفلفل الأسود والكمون والكزبرة. وهننزل كمان بربع معلقة صغيرة جدا من السكر. أسيبها بس يعني 10 دقايق كده تاخد غلوة، وبعد كده هستخدمها على طول، لأن احنا بنحتاج هنا ان الصلصة بتاعتي تكون خفيفة مش تقيلة. حضرت بقى الطواجن بتاعتي هنا ومسحاها مسحه من الزيت، وزودت اللحمه المفرومه بتاعتي صلصه، وباقي اللحمه المفرومه عينته في الفريزر. نزلت بقى باللحمه المفرومه، قسمتها على الاتنين طاجن اللي عندي دول، هسويهم كويس جدا عشان تبقى سهله جدا في القلب، ودهنتهم زيت عشان المكرونه على طول تنزل لما اجي اقلبها في الطبق. نزلت بقى بالمكرونه بتاعتي. انا هنا مستخدمه الكيس ال 400 جرام، يعني يعتبر كل طاجن خد 200 جرام. انا عندي هنا الطاجن كبير. هنا الصلصه ما كنتش حاطه فيها شطه ولا فلفل، لاني عندي اطفال، بس الحمد لله هم ناموا. فقطعت قرن فلفل احمر كبير وحطيته كده، هيخلي بقى المكرونه بتاعتي يعني مشطشطه كده وطعمها حلو. هنا خلاص نزلت بالصلصه، حسيت هنا ان الصلصه تقيله شويه، فنزلت بقى بميه مغليه. بصوا هوريكم دلوقتي الطاجن المفروض يكون عامل ازاي، هقرب لكم اكتر. بصوا شايفين؟ ما تكونش الصلصه تقيله، وتكون مغطياه اهو. شايفين؟ الفرن هنا عندي انا مسخناه على درجه حراره 200. هقفل كويس جدا بقى المكرونه بتاعتي بورق الفويل، وهتدخل الفرن على درجه حراره 180. لو الفرن بتاعك مش عالي قوي هتبقى 200. قعدت معايا ساعه الا ربع. تعرفي منين ان هي استوت؟ لما تاخدي مكرونايه بقى، يعني تشيلي ورق الفويل وتاخدي مكرونايه كده من على الوش، تلاقي المكرونه استوت، يبقى كده خلاص اكيد المكرونه اللي تحت مستويه تمام. ساعه الا ربع والمكرونه هتطلع معاكي تحفه. الناس اللي بتحب المكرونه مهريه قوي هتقعد ساعه. بس كده، مفيش اسهل ولا اجمل ولا اطعم من كده. شايفين الصلصه فيها حلوه ازاي؟ لو حطيتي الصلصه على طول من الخلاط مش هتديكي الحمار ده، هتبقى المكرونه معاكي باهته شويه. فانا سبتها شويه على النار مع الثوم المفروم مع البهارات، لما الصلصه تقلت شويه وتديكي اللون الاحمر التحفه اللي انت هتشوفيه ده. شايفين؟ بصوا اللحمه نازله مظبوطه جدا، كميه اللحمه هنا حلوه قوي قوي. كل ده عملناه بربع كيلو بس من اللحمه المفرومه. تقدري طبعا تزوديها بفلفل اصفر وفلفل احمر وفلفل اخضر، تقدري تزودي كميه اللحمه المفرومه دي. حطيت جنبها بقى زيتون مخلل، وهتاكلوا بالف هنا وشفا. شايفين المكرونه عندي سليمه ازاي؟ مستويه جدا مش مهريه، مليانه صلصه. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، وهستنى ان شاء الله رايكم في الكومنتات. وان شاء الله اي حد ما بيعرفش يدخل المطبخ هيدخل وهيبقى شاطر، وهتبقي احلى شيف في الدنيا باذن الله. لو في اي حاجه عايزيني اعملها معاكم اكتبوا لي في الكومنتات وهعملها على طول. اشوفكم باذن الله في فيديو تاني سهل وسريع ومفيد. اسيبكم بقى مع الطبق الحلو ده. مع السلامه.